مستر سيميوني، منو برأيك أفضل نادي بالوقت الحالي؟ Atlético de Madrid, seguro. أو باليتي. أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفلوج جديد من قلب العاصمة الإسبانية وتحديدا ملعب أتلتيكو مدريد. اليوم هذا الفلوج سويته بس على مود الناس اللي يحبون يشوفون أتلتيكو مدريد وأي شيء يخص كرة القدم أو كرة القدم الإسبانية أو الناس اللي تشجع أتلتيكو مدريد. سويت هذا الفلوج فتعالوا وياي اليوم راح أصور لكم شغلات هنا بالمتحف وداير مداير الملعب والملعب همين إذا خلوني أدخل. يلا عاموس. هذا مثل ما انتم شايفين ملعب السيفيتاس متروبوليتانو. هاي الشركة اللي عقدته. قبل هذا الاسم كان اسمه واندا متروبوليتانو، هسه سموه سيفيتاس متروبوليتانو. هذا كان ملعب اولمبي، بعدين اتلتيكو مدريد اخذ هذا الملعب. المعدن الفضي اللي هنا لواعيب اتلتيكو مدريد او الاساطير مال اتلتيكو مدريد، هاي البارتيدوس يعني اللعبات اللي لعبها كل لاعب، وهنا التمبوراداس اللي هو السنين اللي لعبها اللاعب من يا سنه ليا سنه. فرناندو توريس مثلا هذا لاعب المفضل اللي يعني احبه واللي اشجعه يعني من زمان، من فتره كلش طويله. اكو ناس هوايه مثلا تشجع ميسي او كريستيانو، انا بالنسبه لي فرناندو توريس هو اللاعب الاوحد. مثل ما انتم شايفين انا لابس دريس النينيو. فرناندو توريس النينيو يعني بالاسباني يعني الطفل، بما انه وجهه طفولي وهاي فسموه او اعطوه هذا اللقب النينيو اللي هو الطفل توريس. يلا خلينا نشوف بعد شنو الشغلات اللي موجوده او الشغلات المحيطه هنا بالملعب. او باليتي هنا، هذا مثال مال لويس أراغونيس مدرب اتلتيكو مدريد ولاعب اتلتيكو مدريد، وهم درب المنتخب الاسباني فتره من الزمن تقريبا من 2005 لحد 2008 لحد ما اخذ بطولة أوروبا ويا المنتخب الإسباني. وهو طبعا يعتبر أسطورة كرة القدم وليس فقط أتلتيكو مدريد. بال الملعب هنا أكو هواية مطاعم وحدائق عامة كلش حلوة، وهمنا ستورات خاصة بأتلتيكو مدريد. راح ادخل للمتحف وبعدين ادخل للملعب حتى اشوفكم الملعب همين. يلا تعال. بس هواية ناس اليوم جايين. Alright, so first you're going to visit the stadium tour, which is non-guided. So you have to follow the signs, okay? And you have to be back here at 2. Okay. وهذا هو الملعب الحالي. طبعا الملعب افتتحوه سنة 2017. الملعب القديم اللي هو الفيتنتي كالديرون تهدم، وحتى الشعار مال اتلتيكو همين جددوه. هذا كوكي كان هيك رقمه 19. هنا مال الشامبيونز ليج. انا اتذكر هالمباراة من فزنا على برشلونة 1-0. هاي هنا بطاقات قديمة مال أعضاء مال أتلتيكو مدريد. هذا هنا فرناندو توريس من استقبله اجى الملعب ورجع لأتلتيكو مدريد بسنة 2015، وكان الجمهور تقريبا 60,000 حاضر. هاي العودة مال فرناندو توريس. وهاي الأتلتيكو من أخذ الدوري قبل سنتين تقريبا. هنا نسوي لكم تجربة الفي ار، تشوف اللاعبين من دا ينزلون والمشجعين بالملعب. عبا كان يمهم فشي كلش حلو. سيكيرا ما ادري اذا تتذكروه، بس هسه راح احط لكم لقطات. كان لاعب سابق لاتلتيكو مدريد وانا ما اصدق نفسي انه انا التقيت. واو فتجربة كلش حلوة يعني الصدق حلو، الصدق حلو. Siqueira continúa a meter golazo. Del Atlético de Madrid. Veo muchas
las críticas Siqueira este año, pero aquí está realmente bien. Y lo de Saúl está listo porque interpreta perfecto. Siqueira profundiza, él se va al medio, ve que va a ganar línea de fondo Siqueira, que va a centrar y él se suma para ser otra opción. وهنا تيشيرتات كوريا وسواريز، وهذا التوقيع مال سواريز، وهذا مال كوريا، وهاي الطوبة اللي موقعين عليها. هاي يمكن اللعبة الأخيرة اللي فزنا على ريال مدريد مال النساء، لو بالكأس لو بالدوري أعتقد. هنا مال سافيتش، هنا مال خيمينيز، هنا أوبلاك، هذا التوقيع مالته. هذا هنا كاراسكو، يورنتي، وهاي الأحذية مالتهم، وهذا التواقيع مالتهم. كوكي، هذا الحذاء، وهذا التوقيع مالته. وهذا كله وبعدني أنا ما دخلت جوا الملعب بشوف المكان شلون حلو. بروح الملعب من هنا هيك راح أطلع وأشوف الملعب، بس هذا كله أعتقد مال ضيوف كبار أو مشجعين، والله ما أعرف. من هنا راح ننزل للملعب. هنا اللي واعي من هنا يدخلون قبل المباراة، يعني الصدق حلم والله. هذا يدخلون من هنا اللي واعي بعد ما ينزلون من الباصات، وهذا المنزع مالته، تكييف وإضاءة وفتشي كلش حلو. هاي المباراة مع اتلتيكو تشيلسي اتذكرها كل الزين بموناكو، فاز بها اتلتيكو مدريد على تشيلسي يمكن 4-1. وهذا القاط مال سيميوني، وهنا هدف ميراندا على ريال مدريد بنهائي كأس الملك 2012، وهذا القميص مالته. وهاي هنا الوداعية مال فرناندو توريس اللي اعتزل بيها ويا اتلتيكو مدريد سنة 2018، وهاي هنا الكتاب اللي كتبها على هذا القميص. وهسه خلصت جولتي هنا بمعقل اتلتيكو مدريد، ان شاء الله ازوره مرة ثانية ويا مباراة حرامات. اني جيت بوقت يعني كلش سيء نهاية الدوري، كنت اتمنى اشوف مباراة من مباريات اتلتيكو مدريد، بس ان شاء الله على الجايات، وان شاء الله هاي مو اخر مرة ازور بيها اسبانيا، وانتظروني بفلوجات جاية. اديوس.